كتير طلبتوا مني حلويات بالفواكه، وبصراحة ما لقيت أطيب من الفراولة لنعمل فيها أطيب تحلاية. ولأنه هلأ موسم الفراولة وسعرها كتير معقول، فقلت هذا أفضل خيار ممكن أقدم لكم إياه. ومو بس هيك، تحلايتي باردة ناعمة سهلة سريعة كريمية، والأهم اقتصادية. رح تحضروها بس ب10 دقايق. وهلأ ما تنسوا اللايك للفيديو، كتير مهم وكتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة يلي دائما بترفع من معنوياتي. ويلا نبدأ. بأي مفرمة موجودة عنا رح نضيف باكيت من بسكوت الشاي، وممكن كمان بسكوت الدايجستيف. شو متوفر عندكم استخدموا. لو ما عندكم مفرمة بتقدروا تحطوا البسكوت بكيس، وبالمدقة أو بالشوبك تدقوا على البسكوت ليصير معاكم ناعم بهذا الشكل. طبعا مثل ما شفتوا ما ضفت على البسكوت زبدة أو قشطة. هلأ رح أستخدم كاسات أو زبادي أو حتى بايركس. رح أبدأ بإضافة طبقة من البسكوت. أنا تقريبا ضفت معلقتين كبار ومليانين بكل كاسة. وهلأ بكاسة أصغر من الكاسات يلي استخدمتهم رح أبدأ بتظبيط البسكوت بهاي الطريقة. وهلأ رح أجيب الفراولة يلي غسلتها ونشفتها وقطعتها بهاي الطريقة، ورح أبدأ بترتيبها على الأطراف لحتى تعطيني هذا الشكل الحلو والمرتب. بس أخلص كمية الكاسات كاملة رح أنتقل لتحضير الطبقة الثانية. والطبقة الثانية كتير طيبة واقتصادية وبنفس الوقت خفيفة وناعمة. بطنجرة وعلى البارد رح أضيف 4 أكواب من الحليب السائل. ولو ما عندكم حليب سائل بتضيفوا 4 أكواب من المي، وعلى كل كوب بتضيفوا معلقتين كبار ومليانين من الحليب البودر. رح أضيف هلأ السكر. رح أحتاج لكوب إلا ربع من السكر، 3 معالق كبار من النشا، مع 3 معالق كبار ومليانين من الطحين. وما تقلقوا من الطحين، طعمه ما رح يبين. هلأ رح أضيف معلقة كبيرة ومليانة من الفانيلا. لو عندكم فانيلا سائلة خلوها لآخر شي بس يجهز معاكم الخليط. هلأ متابعيني الحلوين، خبروني لأي بلد وصل هذا الفيديو، كتير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. رح أحرك الخليط على البارد كتير منيح، وبعد هيك رح أرفعه على النار ورح أستمر بالتحريك. أبدا ما بترك التحريك. بس يبلش يسخن عندي الخليط بضيف عليه معلقة كبيرة من الزبدة. هلا بالنسبة للزبدة، لو مو متوفرة عندكم أو ما بتحبوا تضيفوها ما في أي مشكلة، بس بصراحة إضافتها رح تعطينا لمعة حلوة للقوام وبنفس الوقت شوية نعومة. وهلا وبس بلش يتقل عندي القوام رح أضيف علبة من القشطة وزنها 170 جرام. ومثل ما قلت لكم بستمر بالتحريك لعند ما يوصل عندي الخليط لمرحلة الغليان، بيكون هيك صار جاهز معي. مباشرة رح أبدأ بسكبه على الكاسات. بالنسبة لهذا الحلا فهو حلا تركي اسمه ماغنوليا. وطبعا بيعملوا الطبق الكريمية مع بيض، وكمان بيعملوه بتركات شوية مختلفة، بس أنا حبيت أعمل لكم إياه بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما تجمد عندي الطبقة البيضة الكريمية رح أبدأ بتزيينه بشوية من كمان البسكوت المطحون. وآخر شي بضيف شوية فراولة. الكاسات بالثلاجة ليبردوا شوي أو بتركهم بدرجة حرارة المطبخ، وبقدم أطيب وأشهى تحلاية سهلة وسريعة وطيبة. وصحتين.